طيب تعالى بقى اقولك خطوات الحج بالترتيب عشان الحجاج اللي معانا السنة دي، وعشان كمان يكون مرجع ليه لما تيجي تحج ان شاء الله. اول خطوة وهي الاحرام، يكون من المكان اللي انت بايت فيه، سواء في الفندق او بيتك اللي انت طالع منه قبل ما تركب الطيارة او قبل ما تركب مواصلاتك. وبعدها بتلبس ثوب الاحرام الابيض تعلن النية باداء الحج. تاني خطوة وهي الطواف، بعد ما بتوصل مكة المكرمة بالسلامة ودخول المسجد الحرام تتوجه نحو الكعبة، وبنبدأ الطواف حوالين الكعبة. والطواف بيبدأ من عند الحجر الأسود وبينتهي عند الحجر الأسود، يعني انت بتبدأ عند الحجر الأسود وبتنتهي عند الحجر الأسود، والكعبة بتكون على شمالك، والطواف بيكون 7 أشواط. وطبعا بنلتزم بالهدوء والنظام ونقول أي كلمات غير لائقة. تالت خطوة وهي السعي، وده بيكون بعد الطواف، ده بيكون تجسيد للسعي اللي قامت بيه السيدة هاجر، وبيبدأ بجبل الصفا وبينتهي عند جبل المروة، وده بيكون برضو 7 مرات. وأثناء السعي بيستحب إن احنا نحافظ على الخشوع والتأمل في عظمة الله، والسعي بيكون بالمشي السريع أو الهرولة يعني. وبعد كده بنيجي اليوم التروية، وده بيكون اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، لأن الناس زمان كانوا بيرتوون منه من المية في مكة وبيخرجوا بيه إلى منى عشان يكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج. بالنسبة للحج المصري فهو مش بيبات في منى، هو بيروح على طول على عرفة. وفي اليوم التاسع من ذي الحجة بيكون عبارة عن الوقوف على جبل عرفة من طلوع الفجر يوم التاسع حتى الغروب. الوقوف بعرفات بيرمز ليه أمام الله بتواضع وخشوع، وده بيعتبر من أبرز أركان الحج. ناس الحجاج بيدعوا ربنا يستغفروه وبيطلبوا الرحمة والمغفرة، ويقضوا اليوم ده بالعبادة والذكر والتأمل. يا رب اكتب لنا الحج. يوم عرفة ده بيعتبر من أعظم الأيام، إنه بيعتبر فرصة للتوبة والاستغفار. وبعد وقوف عرفات بقى بنتجه للمزدلفة، وهو مكان مقدس موجود بين عرفات ومنى، وبنبات فيه ليلة عيد الأضحى المبارك. الحجاج بيصلوا فيه المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبيجمعوا منه الحصى عشان يستخدموه الجمرات في الأيام الثلاثة اللي جايين. نيجي بقى للخطوة السابعة، هي رمي جمرة العقبة يوم العاشر من ذي الحجة، يعني أول أيام عيد الأضحى المبارك. بنتوجه لمنى، وده اللي فيه مكان جمرة العقبة. نرمي الحصى 7، يعني بنرمي 7 مرات متتالية، ومن السنة التكبير مع كل حصى. بعد كده بنيجي للخطوة الثامنة، الهدى والتحلل، وده بنقوم فيه بتقديم الذبيحة كهدية وكتعبير عن التضحية في سبيل الله. ومن السنة المؤكدة للحج إنه يهدي بنفسه أو يوكل حد مكانه. وفي بيكون سكوك الأضحية لبعض الجهات الخيرية يقوم بالذبح وتوزيعه على الفقراء. أما التحلل ده فبيكون عبارة عن قص الشعر أو حلق الرأس، ويشمل برضه تقليم الأظافر ونزع الثياب الإحرامية. الخطوة التاسعة بقى وهي طواف الإفاضة. بعد ما بنرجع لمكة المكرمة بنعمل حاجة اسمها طواف الإفاضة، وده بيكون بعد المبيت في المزدلفة، بيكون في حالة الإحرام وبيشترط فيه الطهارة لأنه بيعتبر بمنزلة الصلاة، ولكن الله أباح فيه الكلام. وزي ما قلنا الطواف طواف القدوم نبدأ من عند الحجر الأسود وبننتهي عنده، وبتكون الكعبة على شمالك، وبالطواف بيكون 7 أشواط. وبعد كده بنروح للسعي من الصفا للمروة، وبرضه بيكون 7 أشواط، وده مش بيلزم فيه الطهارة. نيجي بقى للخطوة العاشرة وهي رمي الجمرات في أيام التشريق. ورمي الجمرات ده هو واحد من أحد أركان الحج، تبقى في الأيام الثلاثة اللي بتيجي بعد يوم الأضحى، تبقى برضو بالحصى 7، هي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى. ونيجي بقى للنقطة ال11 والأخيرة وهي طواف الوداع. يكون زي ما اتفقنا إن الطواف بيكون 7 أشواط، وبنبدأ من عند الحجر الأسود وبينتهي عند الحجر الأسود، والكعبة بتكون على شمال. بتكون واجبة على جميع الحجاج ما عدا النفساء. تكون أتممت الحج والهدف الأساسي منه وهو تجديد العهد مع الله، تطهير النفس والتوبة إليه. يمكن بعد ما تخلص مناسك الحج تتجه للمدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وقبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب عشان تتعرف معايا على البلاد، وتقولي في التعليقات هل استفدت من الحلقة ولا لا. ادعيلي ان ربنا يرزقني بالحج. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.